اهلا بيكم في حلقه جديده. انا احمد حلمي ودي قناه زوم ان. وزي ما اتكلمنا بقى واتعودنا دايما في الاسبوعين اللي فاتوا من اللي اتكلمنا فيهم عن احسن الافلام العربي والاجنبي، واتكلمنا كمان عن احسن مسلسلات اجنبيه في 2023. جايين بقى النهارده نتكلم بقى عن احسن المسلسلات المصريه، خصوصا بقى احسن 10 مسلسلات مصريه جم معانا في سنه 2023، واللي زي ما بحب اقول لكم دايما ان دي قائمتي الشخصيه، وهستنى برضو قائمتكم انتوا كمان تكتبوها لي تحت في الكومنتات. فاتاكد بقى انك مشترك معانا في القناه واخبط اللايك الجميل، ويلا بينا نبدا. ويلا بينا نبدأ في القائمة بتاعتنا النهاردة. بس اللي حابب بس انوه عليه ان القائمة بتاعتنا المرة دي جاية بترتيب عشوائي، مش زي المرات اللي فاتت نهائي، لان الاعمال اللي احنا هنتكلم عليها النهارده انا حبيتها تقريبا كلها بشكل متقارب جدا. فاللي هسيب لكم بقى انتوا اللي تقولوا لي الترتيب بتاعهم في الكومنتات تحت. واول مسلسل معانا هو مسلسل حدث بالفعل. المسلسل بقى اللي جالنا بنمط القصص، وجالنا بخمس قصص، كل قصه عباره عن 3 حلقات، يعني المسلسل كله على بعضه 15 حلقه بس. وبس هنا فعلا عايده، لان انا كنت حابب ان المسلسل يستمر وان المسلسل يكمل اكتر بكتير جدا، لان لاول مره الواحد يبقى مرتبط بمسلسل كده، لانه جاي عن قصص حقيقيه وعن امراض نفسيه، صدمات حصلت في الطفوله لاشخاص كتير اللي بتغير حياتهم تقريبا، سواء من ايذاء نفسيهم في المستقبل او ايذاء كل اللي حواليهم. الحاجه دي اللي انتوا هتعيشوا معاها تجربه مختلفه، وحاجه بص فعلا تستغرب ان الحقيقه اغرب من الخيال. المسلسل نجح انه يعمل ده كله، فحقيقي المسلسل كان متميز جدا. اما بقى المسلسل اللي بعده واللي مش هنروح بعيد، المسلسل بقى اللي جالنا هو كمان عن قصه حقيقيه، بس المره دي بقى مش عن مجرد مريض عادي، ده كان سفاح الجيزه. وده بقى المسلسل اللي فتح علينا تقريبا فتحه بقى الامراض النفسيه والمسلسلات اللي جايه عن قصص حقيقيه عن امراض نفسيه. المسلسل اللي كان جاي بقصه مختلفه وحاجه مختلفه، القصه حصلت معانا في الواقع من قريب جدا، الحاجه اللي خلت الواحد ان هو يعيش في جو مختلف تماما. وخصوصا كمان الموسيقى اللي كانت جوه المسلسل انتشرت على السوشيال ميديا، واللي اعتقد ان مفيش حد تقريبا في مصر ما سمعش الموسيقى دي. عشان كده المسلسل كان عامل حاله مختلفه، واللي اكيد مش هتكلم عليه كتير. المسلسل بيبيع نفسه بس بالاسم بتاعه. والمسلسل بقى التالت اللي معانا واللي اتعرض في رمضان اللي فات هو مسلسل الصندوق. المسلسل اللي حقيقي حسيت انه مظلوم، لاني ما شفتش اي حد بيتكلم عليه، او ما شفتش ناس كتير جدا بتتكلم عليه، مع ان المسلسل فعلا كان حلو جدا. المسلسل بقى اللي جالنا بيتكلم عن 3 شباب اللي بيلاقوا ميستري بوكس او صندوق غامض، بس اللي جواه بقى بيكون الغاز كتير، وكل لغز هم بيفكوه بيوصلوا لقصه شخصيه ما، والقصه دي بتوصلهم لشخص على وشك انه يموت. فيا ترى بقى هم هيلحقوا الاشخاص دي ولا لا؟ ايه اللي هيتصرفوا فيه جوه احداث المسلسل؟ المسلسل فعلا كان متميز، وكان قادر يعمل جو مختلف شويه عن الحاجات اللي الواحد بيتفرج عليها، وخصوصا برضو ان ابطاله شباب، فكانت الحاجه دي محمسه الواحد شويه وتجربه جديده جدا، وهتعجبوا جدا بيه وانتوا بتتفرجوا عليه. والمسلسل عباره عن 16 حلقه بس. اما بقى المسلسل الرابع اللي معانا واللي انا ممكن اقول ان احنا لسه مودعينه من قريب، المسلسل اللي رغم ان هو 33 حلقه لانه كان متميز جدا وساب انطباع كبير جدا، قدر ان هو يتفوق على نفسه وعلى نمط ال 30 حلقه، وان هو زود عليها، وهو مسلسل ورق التوت. المسلسل اللي حقيقي كانت قصته مختلفه، وكان العالم بتاعه معتبر برضه كبير جدا، عشان نعيش بقى مع قصص ابطاله والحاجات اللي بتحصل جوه المسلسل. المسلسل بقى اللي جانا بص اقول ممكن بقصه مختلفه عن مجموعه من الشباب المره دي، بس الشباب دي كلها بتدخل المعهد العالي للفنون المسرحيه. الحاجه دي بقى اللي بتخليهم انهم ياخدوا تجربه مختلفه جدا، لانهم على عكس الدفعات السابقه ليهم بيقعوا بقى في الدكتور اللي بيكون عايز يدفعهم ممكن اقول لحد متطرف جدا للمشاعر بتاعتهم عشان يوصلوا لتجسيد كامل للشخصيات اللي هيلعبوها. الحاجه دي اللي هتخلينا نعيش تقريبا مع كل الشخصيات في قلب ظروفهم من جوه، عشان نشوف بقى كل شخصيه هتتعامل ازاي بمختلف طبقاته، بكل الظروف اللي بيمر بيها، بالحاجات اللي القاسيه جدا اللي بيمر بيها. المسلسل فعلا كان متميز جدا، واللي كان مفاجاه وهو بيتعرض، واللي زي ما بقول رغم انه 30 حلقه او 33 حلقه الا ان هو قدر ان هو يتميز عن ده كله ويسيب طابع مميز جدا عند الواحد. اما بقى المسلسل اللي بعد كده واللي كان مسلسل مفاجاه جدا، واللي رغم ان ابطاله شباب واللي الواحد افتكر ان هو هيعدي عادي، لكنه في النهايه كان بلطو. المسلسل اللي كان فعلا تحفه واللي كان مكون من 10 حلقات، يعني حاجه خفيفه جدا، اللي هو تسمح كوميديا وافيهات جميله بقصه برضه ممكن ما تقدمتش كتير جدا او بشكل حلو جدا زي ما اتقدمت جوه المسلسل، عن دكتور شاب دكتور عاطف اللي احنا عشنا معاه مغامره كتيره جدا، واللي زي ما بحب اقول ان احنا ابتدينا المسلسل بحاجه ونهيناه بقى ان دكتور عاطف ده احنا مش ممكن ننساه. فعلا المسلسل متميز واللي هتنبسطوا جدا بيه، واللي هيعتبر برضه حاله خفيفه جدا وانتوا تتفرجوا عليه. اما بقى المسلسل اللي بعد كده واللي مش فاكر ده رقم كام معانا في القائمه، وهو مسلسل رشيد. المسلسل ده فعلا بقى اللي اتظلم معانا لانه اتعرض في رمضان اللي فات، واللي حقيقي ما شفتش ناس كتير جدا بتتكلم عليه، رغم ان المسلسل والقصه بتاعته كانت معموله حلوه جدا. المسلسل بقى اللي كان بيتكلم عن رشيد اللي بيتقبض عليه يوم فرحه بتهمه ان هو قاتل صاحب الشغل اللي هو كان فيه، واللي بيتحكم عليه فعلا، عشان بقى ساعتها نشوف بقى قصته وقصص كل اللي حواليه. هي ترى هو الجاني ولا لا؟ ازاي هيحاول يثبت براءته؟ وعشان يثبت براءته بالذات هو محتاج ان هو يعدي بحاجات كتير جدا ومغامرات كتير جدا. المسلسل فعلا كان متميز، وكان فيه برضه نوعا ما من الفلسفه العميقه ان الواحد اساسا ممكن يتقبلها
في الحياه. هتشوفوا المسلسل، والمسلسل كان مكون من 15 حلقه بس، واللي فعلا اتظلم جدا، واللي انصحكم اكيد انكم تتفرجوا عليه لان كان مسلسل معمول بشكل مميز. اما مسلسلنا اللي بعد كده واللي جانا على الروايه واللي ما يقلش رعب عن ريهام عبد الغفور، وهو مسلسل الغرفه 207. المسلسل اللي برضه كان عامل حاله مختلفه في وقت عرضه، واللي اعتقد ان هو حاجز مكانه من بدري في قائمه الافضل في 2023، عشان بقى نشوف قصه جمال اللي شغال في ريسبشن في فندق ما. الفندق ده اللي بيكون جواه سر غامض وجواه حاجه غامضه في غرفه 207، الغرفه اللي بتختار مين اللي يسكن فيها ومين ما يسكنش فيها، عشان نشوف ان الاوضه دي ليها سر كبير وليها حاجه كبيره هتتكشف خلال المسلسل. فيا ترى بقى جمال هيحصل له ايه في كل الاحداث دي كلها، ودوره ايه اساسا في مشي الاحداث. المسلسل فعلا كان متميز، واللي عمل جو مختلف زي ما بتكلم عليه، واللي اعتقد ان مفيش حد سواء سمعه او ما سمعهوش ما يتفقش ان المسلسل ده كان عامل ضجه كبيره في الوقت ده. اما بقى المسلسل اللي بعد كده واللي ما كانش مجرد مسلسل عادي، المسلسل اللي جانا بصيغه الدوكيومنتري تقريبا، وهو مسلسل الهرشه السابعه. ومش قصدي ان هو جاي بحاجه توثيقيه قوي، ده هو كان جاي بطابع اللي يحسسك ان ده فعلا الحقيقه. المسلسل كان حقيقي لدرجه كبيره جدا عن المسؤوليات والمشاكل اللي بتقابل المتجوزين بعديها، سواء الاثنين اللي كانوا متجوزين عن حب، ادم ونادين، اللي كانت قصتهم اساسا كانت حلوه ما بينهم. فيا ترى بقى هيقدروا يواجهوا الضغوطات بعد الجواز، ويقدروا يواجهوا الملل والصعوبات اللي هتقابلهم، ولا الدنيا هتروح بيهم لفين؟ القصه ما كانتش بتقف على الاثنين دول بس، لان احنا شفنا قصص مختلفه وتعقيدات كتير في علاقات كتير جوه المسلسل. شفنا قصص ناس تانية بتعقيدات مختلفه باشكال كتير للعلاقات. المسلسل اللي فعلا تحسه ان هو حاجه من المجتمع كده جوه الاحداث بتاعته، اللي هو انت هتحس تشوف ان انت شايف الحاجات دي في ناس متجوزه قبل كده، في ظروف مريت بيها قبل كده، حاجات كتير اساسا جوه المسلسل اللي فعلا تحسسك ان هو بيوثق الواقع، واللي فعلا حجز دوره في مسلسلات الافضل في 2023. واستكمالا بقى لاجواء المشاكل اللي كانت جوه المسلسل، فاحنا بقى هنروح لمسلسل بعد كده اللي جالنا بنيه تغيير قانون، وهو مسلسل تحت الوصايه. اظن ان انا مش محتاج ان انا اتكلم عليه قوي، لان المسلسل كان مسوق لنفسه حلو قوي، واللي كان بايع نفسه قوي في رمضان اللي فات. الجدل الكبير اللي عليه لحد دلوقتي تقريبا، وفكره القضيه اللي كان بيناقشها لقصه ام وولادها اللي بعد موت جوزها وتحكم باهله فيها، اللي بيضطرها ده كله ان هي تاخد عيالها وتهرب، وان هي تسرق المركب بتاع جوزها اللي هو في الاصل دلوقتي بقى ورث عيالها، بس لان هي مش الوصي عليهم، ده بيدخلها بقى في دوامه كبيره من الصراعات اللي مع عيلته، واللي بيدخلها كمان في مشاكل اللي هتواجهها ان هي ازاي هتتعامل مع الناس عشان تقدر تكسب رزقها ورزق اولادها. الحاجه دي كلها اللي انتوا هتشوفوها جوه المسلسل بطبع مختلف تماما، ورغم ان هو كان صعب جدا، وان دايما ما كانش ان هو يعني حاجه فريحه جدا، الا ان المسلسل فعلا من احسن مسلسلات السنه. اما بقى مسلسلنا الاخير ومسك الختام، واللي هنرجع بيه بقى للكوميديا والحاجات الفرايحه قوي، هو مسلسل الصفاره. المسلسل برضو اللي مش حاكي عليه كتير جدا، لان هو كمان بايع نفسه بشكل مهول. المسلسل اللي انا بص من غير ما تفكر كده، لو انت حابب تتفرج على حاجه وتنبسط شويه، انا هقول لك نزل الصفاره واتفرج عليه، اتفرج على اي قصه فيه، على اي حاجه فيه، هتحس كده بضحك مختلف وكوميديا اللي كانت بتتقدم بشكل طبيعي جدا. الناس مش باذله مجهود قوي عشان تضحكك او عشان تحس ان الموقف ده ممكن يكون غريب، ورغم ان المسلسل ممكن يكون كوميديا سودا شويه على المجتمع، الا ان الكوميديا فعلا فيه كانت متميزه جدا. واللي زي ما بحب اقول ان انتوا هتعيشوا مع الصفاره وقصه شفيق رحله طويله جدا اللي هتنبسطوا جدا فيها. وبكده بقى اكون خلصت القائمه بتاعتي، والمسلسل العاشر هسيبه لكم انتوا اللي تقولوا لي عليه زي كل مره، واللي زي ما قلت لكم ان دي قائمتي الشخصيه، واللي هستنى رايكم انتوا كمان والقائمه بتاعتكم الشخصيه تحت في الكومنتات، نتكلم بقى ونتناقش فيها. ولو وصلت بقى لحد هنا فشكرا جدا، وما تنساش تعمل لايك لانه فعلا بيساعد، ولو انت مش مشترك معانا في القناه يا ريت تشترك، واشوفك بقى الحلقه الجايه. سلام.